يمكن يكون أكثر بلد عنصري بطريقة مبطنة. أثار نشر إعلان عن برنامج العودة الطوعية داخل مدرسة لتعليم الكبار في منطقة كيستا بستوكهولم جدل واسع بين الطلاب، خاصة الناطقين بالعربية، يلي اعتبروا أنه الإعلان موجه إلن بشكل خاص وبيحمل دلالات إقصائية تتعارض مع بيئة التعليم والاندماج في السويد. بالمقابل أوضحت الجهة المرتبطة بالإعلان أنه ما حدث كان خطأ غير مقصود، لكن الجدل استمر بسبب ملابسات عرض المنشورات وتوقيتها. وأهم النقاط اللي إجا بالمنشور إنه نشر منشورات العودة الطوعية باللغة العربية فقط داخل المدرسة اعتبرها طلاب عرب رسالة موجهة إلن تحديدا بسبب لغة وخلفية. ردة فعل الطلاب شعور بالاستهداف والإقصاء داخل بيئة يفترض أن تدعم الاندماج، وانتقادات لعدم نشر الإعلان بلغات متعددة أو باللغة السويدية، وصف الإعلان بأنه محبط ويتناقض مع جهود الاندماج والاستقرار. البعد النفسي والاجتماعي، بعض الطلاب شعروا بأن الإعلان يوحي بعدم الترحيب بهم، اعتبر وجوده داخل مؤسسة تعليمية رسالة سلبية تؤثر على الإحساس بالأمان والانتماء. قال الجهة المسؤولة بتقول أنه المنشورات تركت عن طريق الخطأ بعد نشاط خلال عطلة نهاية الأسبوع. طلاب شككوا في هذا التبرير بسبب استمرار وجود الإعلانات خلال أيام الدراسة. المنظمة حصلت على تمويل حكومي بقيمة 7.8 مليون كرون للترويج لبرنامج العودة الطوعية. هناك تصاعد للانتقادات بسبب التناقض بين دعم الاندماج سابقا والترويج للعودة حاليا. والأهم والأوسخ من هيك ما في رد رسمي. المدرسة لم تصدر أي تعليق حتى الآن، وهذا الشيء يثير تساؤلات حول مسؤولية المؤسسات التعليمية في التعامل مع قضايا حساسة كهذه. قلنا لكم يا جماعة الخير إنه الحزب العنصري آخذ السويد. شو رأيكم؟ تعتبر من بين الدول العنصرية أو لا؟ بالتعليقات نشر مشاركة ومتابعة الصفحة.